أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطوة لقدام. زمان كنا فاكرين إن النجاح إن يكون في حد بيشجعنا بيدفعنا بيقول لنا شد حيلكم. بس بعد شوية فهمت إن القوة الحقيقية بتيجي من جوه مش من بره، زي بالظبط العربية اللي محتاجة بنزين علشان تمشي. إحنا كمان محتاجين وقود، بس الوقود بتاعنا مش كلمات تشجيعية من الناس. الوقود بتاعنا هو الرغبة الحقيقية اللي موجودة فعلا جوانا، زي الشغف، الإرادة اللي بتخلينا نصحى كل يوم ونكمل الطريق. علشان كده في حلقتنا النهاردة هتكلم معاكوا عن الوقود اللي محتاجين نمشي بيه، وهو التحفيز الداخلي. القوة اللي هتخليك تقوم الصبح عندك حماس، حتى لو مفيش حد بيشجعك، حتى لو مفيش حد هيجي يكافئك في نهاية يومك. ببساطة هو الطاقة اللي بتدفعك إنك تكمل لمجرد إنك حابب الحاجة اللي بتعملها، أو حاسس إن ليه معنى حقيقي في حياتك. وده طبعا على العكس التحفيز الخارجي اللي بيجي من بره، زي مثلا لما حد يقولك لو خلصت الشغل هديك مكافأة، أو لو خسيت هيبقى شكلك أحسن. طبعا الكلام ده جميل وكلنا محتاجينه، لكن ده مش دايم، لأن أول ما المكافأة هتختفي الحماس هيروح. علشان كده اللي بينجحوا بجد هم اللي بيعتمدوا على دوافعهم الداخلية. ازاي بقى تلاقي الدافع الداخلي اللي موجود جواك؟ طبعا كل واحد عنده حاجة بتحركه، بس المشكلة اننا ساعات بننسى او بنتلخبط وسط مشاغل الحياة. علشان كده مهم انك تكتشف الدافع الداخلي اللي موجود جواك، وده من خلال انك تسأل نفسك ايه الحاجة اللي ممكن تعملها حتى لو محدش بيديك عليها مكافأة. ايه النشاط اللي بتحس فيه بالوقت بيعدي بسرعة؟ ايه الحاجة اللي بتحسسك ان ليها معنى في حياتك؟ خد وقتك وفكر فيه. الإجابة على الأسئلة دي هتديك فكرة واضحة عن الدافع الحقيقي اللي موجود جواك. ساعات الحماس بيقل، علشان كده احنا محتاجين دايما نشحن نفسنا من جديد. وطبيعي جدا انك تحس ان طاقتك بتنقص حتى لو كنت بتحب الحاجة اللي انت بتعملها، ولكن ده له أسباب، زي مثلا الروتين اللي بيقتل الشغف. لما تعمل نفس الحاجة كل يوم بنفس الطريقة ممكن تفقد الحماس. فجرب تغير الطريقة من خلال انك مثلا تحط تحديات جديدة، او حتى خد بريك كده صغير عشان ترجع بطاقة اقوى. لو انت مضغوط او مرهق، ده معناه انك محتاج وقت ترتاح فيه. التحفيز مش دايم لو جسمك وعقلك مش مرتاحين. علشان تفضل دايما في حالة من الحماس، جرب التمارين دي. تمرين ال5 دقايق. لو مش قادر تبدأ حاجة قول لنفسك هعملها بس 5 دقايق، في الغالب هتلاقي نفسك كملت. التمرين التاني هو انك تكتب سببك. كل يوم الصبح اكتب ليه الحاجة اللي بتعملها مهمة بالنسبة لك. طول ما انت بتفكر نفسك دايما هتلاقي هدفك قدامك. تالت تمرين انك تكافئ نفسك بطريقتك. حتى لو تحفيزك داخلي، ده مش معناه انك ما تكافئش نفسك. تكافئ نفسك بعد اي انجاز سواء كان كبير او صغير، حتى لو بحاجة بسيطة، زي مثلا خروجة أو أكلة حلوة. في النهاية عايزة أقول لكم إن التحفيز الداخلي هو اللي بيخليك تكمل حتى في أصعب الأيام. مفيش حد هيدفعك لقدام لوحده، لازم انت اللي تاخد الخطوة الأولى. وافتكر دايما إن النجاح مش حاجة بتحصل في يوم وليلة، لأ، ده نتيجة خطوات صغيرة بتاخدها كل يوم، وكل خطوة تقربك من حلمك.